يقال أن كل رجل ناجح خلفه امرأة داعمة، وكل امرأة ناجحة خلفها رجل يؤمن بحلمها، ولكنهما هنا رجل وامرأة لم يتركا لنا فرصة كي لا ندقق في سحر التجربة. إن كنت تريد أن تعلم كيف تصنع البراندات فتعلم، فأنت في حضرة مقام. أنا اليوم مع نوران خضر وهيثم فوزي، وأنا أميرة خضر، وتعالى أحكي لك. نوران عاملة إيه؟ الحمد لله. ازيك يا هيثم؟ ازيك يا ازيك أميرة، يا عاملة ايه؟ امير؟ الحمد لله. جت منين اسم مقام؟ وأنا هسأل هيثم أول سؤال. كان مقام أصلا؟ لا، ما كانش مقام في الأول. هي نوران كانت قاعدة أصلا بتشتغل على المشروع في الأول. فكرة أصلا إن هي تعمل فرنتشر وكده. كانت عايز تعمل حاجة لوحدها وتبقى حاجة هي مميزة فيها. فكان من ضمن الاقتراحات في الأول كانت اسمه تذكرة. تذكرة ف... فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. دي كانت النية بقى، دي كانت إيه إن إحنا عايزين نبتدي المشروع ده ليه أصلا. ومع الوقت بقى والتجديد فقلنا ان هو اسم ممكن يبقى ايه، ممكن ما يبقاش هو ده الاسم، احسن خليه مقام. تقيل مثلا شوية تقيل أو شوية، طويل أو طويل. كان في كذا حاجة، وكمان اللوجو بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي وكذا حاجة. يعني انتوا اشتغلتوا أصلا بتذكرة أصلا؟ لا، يعني ابتديتوا بيه يعني فعلا ابتدينا ولا في الاول ولا ايه كان اللي هو فكرة؟ كان فكرة قاعدين كده بين ستورم كده، وبعد كده لا ما جاش معانا. بعد كده نوان بقى قعدت تشتغل بقى ايه. هي بصراحة هي نوان هي مقام يعني. فمقام بقى جابت مقام. مقام وتبتدي بقى ترسم اللوجو. خلي بالك هي اللي عامله ديزاين للوجو، هي اللي جايبه الاسم، هي اللي فكرت في هي اللي كل فكرت حاجة. في كل حاجه، مم. يعني من A to Z. طب وإيه مقام يعني؟ يعني إيه بصي مقام، القصة خلف ال... مقام جبناه لقيناه ان هو يعني اتذكر في كذا حاجه ان هو يعتبر مكان مميز. مكان مميز ده مش شرط يعني ايه، يعني مثلا مقام ابراهيم هو مش مكان ابراهيم، هو مقام. هو مكان بس بيبقى فيه حاجة هنا مميزة، حاجة بقى روحانية، حاجة موسيقية زي المقامات الموسيقية كده. يعني ما اتقالش مكان، اتقال مقام. ليه؟ لأن في الحتة المعينة دي بتسمع تون معين أو بتطلع نغمة معينة، ففي حاجة هنا مميزة. تمام؟ فهي ده الكلمة ذات نفسها بتعبر عن اسم الشركة. انت بتطلع حاجة مميزة، هي كنبة بس هي كنبة مميزة، سفرة مميزة مش هتشوفها في حتة تانية. طيب يعني لكل مقام مقال. مقام فكرت فيها حتى في التفصيلة الصغيرة بتاعت الاسم. ازاي بقى كمان؟ بصي يعني دلوقتي لكل مقام مقال، او مقام هو مكان مميز زي ما هيثم قال، مكان مش فيزيكال، ما اقدرش اقول هو مكان معين يتشاف. طب ليه هو انا اخترت مقام؟ عشان انا بعمل حاجات، بعمل ديزاينز انسبايرد من الحضاره بتاعتنا ومن التراث. طب لما تبقى كرسي انسبايرد من التراث، هو ما بقاش كرسي عادي، زي ما هو هيتحط في مكان برضو ما بقاش عادي. المكان بقى بيلهم ومستلهم من الحضاره يعني بقى اكبر بكتير من فكره بس برودكتس، وهو مكان بقى مقام. بقى مقام من حضرة التاريخ وحضرة التراث. التراث بالظبط. منين اتعلمتي الحاجات دي؟ يعني الدراسة كانت ايه الأول؟ بصي انا اتخرجت من هندسه عماره 2008. اللي هي مكان كل ال... العباقرة والفنانين. انا بحب قوي الكليه بتاعتي بصراحه، يعني مدينه بفضل كبير قوي للدكاتره بتاعتي والكليه بتاعتي نفسها. ومش عارفه انا قلت كده قبل كده ولا لا، بس انا بابايا توفى تاني سمستر، والاكاديميه عندنا بتتكفل بال 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 بالمصاريف لغايه الاخر، فكنت كملت ال5 سنين ببلاش
وكمان كنت باخد كتب اللي هي الغاليه جدا بتاعه عماره، نوفرت وتايم سيفر، الكتب اللي المفروض كل الناس اللي في جامعه القاهره او جامعه آه يعني عين شمس بيشتروها، انا كنت باخدها ببلاش لمجرد ان بابايا توفى تاني سمستر. ففكره ان انا واحد يكون فجاه باباه توفى وهو مش عارف هيكمل ازاي او هيحصل ايه، بس يلاقي ناس مش ما شافهمش بيقولوا له بس انت روح، بس يعني احضر وروح، وممكن دكاتره يبقوا مش عارفين اصلا الكيس بتاعتي، يعني محدش يعرف. ففعلا انا مدينه بفضل كبير قوي لجامعتي الحمد لله والدكاتره اللي درسوني، لان في الاخر ده جاب نتيجه الحمد لله ونفعني يعني في حياتي الحمد لله. دي قصة ما كانش حد يعرفها قبل كده، أنا أول مرة أسمعها. طيب العمارة أنتوا بتدرسوا فيها فرنتشر وتصميم أساس؟ بصي بندرس فيها بس مش اساسي. طب أمال يعني أنت رحتي للسكة دي رحت إزاي؟ الاتجاه ده ازاي؟ بصي هي ميزه عماره ان هي بتعلمك ازاي تبحث، يعني تعمل فكره ان احنا نعمل مشروع، اي مشروع ان انت تيجي تعمل مطار، مستشفى. احنا خدنا قشور يعني من تصميم الاثاث، لكن بتعرفوا حاجة عن كل حاجة. وبنعرف عارفين الستايلز، كل الستايل وكل تاريخ العماره. تاريخ العماره على فكره مرتبط بتاريخ الانتيرير وتاريخ الفن يعني هم كلهم مرتبطين ببعض، وبعدين هي العماره ام الفنون. فاللي يعرف يعمل ديزاين لشوكه يعرف يعمل ديزاين لمبنى، هي نفس الفكره ونفس الاساسيات التصميم. انا كنت منبهره جدا بتاريخ العماره وانا جوه الجامعه. كنت بقعد يعني فجاه اخش المحاضره الاقيها خلصت في دقيقه، ايه ده خلصنا والنور اتفتح، وايه ده خلصت. ومن كتر الانبهار كنت مش مصدقه ان احنا عندنا حضاره بالغنى ده. يعني ازاي الباترن بتتكلم، ازاي الباترن الاسلاميه دي بتقول لا اله الا الله. عرايس السماء اللي في الجوامع دي رمز بتعبر عن الوحده والتماسك ما بين الشعب. كلها ازاي المعماري ازاي بيأثر في الاكسبيرينس وفي الاحساس للمتلقي. بيوصل رسالة معينة فانا كان نفسي بالديزاين اعمل بتاعه. كده، ولقيت ان الفurniture لما اتخرجت ان هو الانتراكشن ما بينه وما بين اليوزر كبير، فده بالعكس اكتر حاجه هتاثر فيه، مش بقى كمان مبنى يشوفه او سبيس يستخدمه. عشان بيتعامل معاه بشكل يومي بالظبط، ممكن ترابيزه بيشوفها هيتاثر فيه لما هو كل يوم يجي يفتكر في اللاواعي بتاعته المسج اللي هي مثلا عن الترابيزه دي اللي هي بترمز للباترن بتاعه القضيه الفلسطينيه، فهو من وراه بيلاقي نفسه بيفتكر القضيه الفلسطينيه وبيدعمهم، وهو من غير ما اكلمه، من غير ما حصل بينا كلام. انت المجموعات اللي انت بتعمليها دايما بتبقى انسبايرد بقضايا معينة كمان غير التراث يعني. بس انا عايزة يعني اسأل الاول، هو انتوا طبعا اتقابلتوا الاول وبعدين انت عرفت ان هي عندها الافكار والاحلام والباشن ده، وبعدين انت طبعا بعيد تماما عن القصه بتاعه الفرنتشر والعماره والفنون والكلام ده كله، بس هي عرفت يعني تشدك وتجرك لهذه السكه يعني. انت اصلا مجالك بعيد. انا درست حقوق، بعد كده بقى دخلت طيران مدني، خلصت يعني انت طيار انا طيار. وهي جابتك على الارض. احنا اصلا لما كنا بنتقابل انا ونوان بقى في الاول، أو يعني ايام بقى الخطوبه والتعارف كده، كانت هي بتعرف ازاي تحكي لي قصص المعماريين القدام يعني حسن فتحي تكلمني عنه. فشدتك الموضوع بقى للكلام. انترستنج جدا والتاريخ، وانا بحب القصص، وهي بتقعد بقى تحكي القصه وبتقعد تتصور ازاي اللي هو المعماري ده فكر في ايه وهو بيعمل ده. يعني هي كمان بتشرح بمشاعرها بقى ازاي الموضوع ده اثر فيها، فالموضوع طبعا مؤثر جدا. وطبعا بعد بقى ما اتجوزنا وكده، قالت لي بقول لك ايه، احنا كان في مكان كده جنب البيت عندنا بنعدي من عنده كل شويه، قالت لي انا هبتدي بقى هو اللي قال لي، مش انا اللي قلت. لا هو اللي قال هو ولا اللي انت انا اللي عايزه قلتي؟ ابدا، انا كده كده بادئه في اللوجو، بادئه بعمل هي بتعمل برودكتس. بقى، عملت انا البيج ابتديت في البيت. وابتدت بقى
وعامله في البيت وبتنزل بقى الحاجات اللي هي بتعملها كده على البيج بتاعتها. وفي مكان كده بنعدي من عليه كده كل شويه يقفل ويفتح، يقفل ويفتح، يقفل ويفتح. مكان حلو جدا، قريب جدا من البيت، فالموضوع كان هيبقى سهل. فقلت لها بقول لك ايه يا نوان، ما تاخدي المكان ده تمام ونجرب 6 شهور، نجرب بس 6 شهور، مش هتخسر حاجه، بدل ما انت قاعده كده كل شويه تعباني، ما عايزه تعرضي حاجتك دي اللي احنا مش عارفين نعملها فين، نعرضها فين. ف قالت لي طب ايه ده رايك، يلا فكره. وهو محل كان ما شاء الله كان بس هي كانت واجهته، بتصنع فين بقى؟ كانت بتصنع بقى فين، ده برضه موضوع مهم قوي. كان نجار، آه هي تعرفه، كان عمل لنا اوضه النوم بتاعتنا في البيت. وبعمل هو معاه شغل، يعني وبتعمل معاه عملت شغل، معاه بتعمل معاه كذا مشاريع. شغل. بس هو يعني بس هو متقن جدا بقى، يعني هي بتحب التفاصيل جدا وهو يموت في التفاصيل. يعني هما الاتنين بقى يقعدوا بقى ايه اللي هو مرارة كبد النملة، انا عايز ده محظوظ وهنا. على فكرة، اه يعني ممكن يكون بالظبط. عشان انتي وقعتي في الراجل اه ده، وهو هو بقى اللي يعلي خلاكي عليها بقى، طب ما تكملي نعملها كده، طب ما نعملها بقى اه بالحته بقى المسيف دي تتعمل كده، طب ما نعمل هنا الكونتور نعمله هنا، طب لا ما مش عارفه ايه، طب ليه هنا، طب ما نطعمها هنا بحاجه. فابتدوا هما الاتنين ايه. وانت طبعا قاعد تشوف الحوارات انا دي. بروح بقى، انا كنت شغال بقى ساعتها، خلي بالك برضه ايه في مجال بعيد تماما عن الحاجات دي، يعني لما بروح معاها بقى خلاص بقى ببقى مش قادر اسمع الكلام ده وكان خالص. بيجي معايا كزوج يعني انا مش عايز اخش في المواضيع دي لسه ما خالص، انت دخلش ابتدي مشروعك ساعتها. وخلاص بقى. ما هي درست الموضوع ليه، لان هي كمان كانت بتنزل تدور على فurniture، عايزه مثلا الكلاينت عايز فurniture، حد من صحابها بيدور على furniture فتنزل معاه تقول له انا مثلا برشح لك الاماكن دي، فتروح معاه، فتقف كده تقعد تعدل، يعني ايه انا عايز اعدل، طب لو دي طولت شويه، طب لو غيرنا الباترن ده. فلقينا ان هي بتقعد ترسم حاجات وبتوديها للمصنع، اعمل لنا دي. ف... فالمصنع يبقى معجب جدا بالديزاين. فجت من هنا برضه اللي هو عندها التالنت موجودة، وهي عارفة الستاندردز كويس، فاهمة ارتفاع الكراسي، السفرة ارتفاعها عامل ازاي، الكنب الدبس بتاعه يبقى عامل ازاي. التفاصيل دي مهمة جدا، لأن هي كمان عمليا بتساعدها جدا في الموضوع ده. فده كان من النقط الأساسية طبعا. وهي مجتهدة جدا، يعني هي المصابة دي لا، عندها هي نوران معروفة أساسي. انها يعني اه الى جانب انها فنانة وعندها دايما يعني الفكر الراقي في اختيار قطع الأساس وفي اختيار التصميمات بتاعتها والكوليكشن دايما، لكن إنها مجتهدة وإنها اه على طول دايما ملتزمة بإنها تطلع كوليكشن جديد، اه وإنها تشوف إيه الحاجات اللي ممكن ومش اي تضيفها. كولكشن، يعني هي مش عايزه تعمل كولكشن لمجرد ان هي تعمل كولكشن جديد وخلاص. لا احنا دلوقتي مثلا ايه، الفتره اللي فاتت دي مثلا ايه اللي حصل، العالم كله كان بيتكلم عن ايه، عن فلسطين. قضية لا احنا فلسطين. هنتكلم عن فلسطين، هنعمل سيرش انتي ازاي ونقارن. عرفتي تعملي تدخلي قضية زي كده في الفurniture؟ يعني انا بنتعامل مع قطع الاساس يوميا، وانت بتقولي انت هنخلي المتلقي او اللي بيستخدم قطعة الاساس يفكر وتذكره دايما بالقضية، بس برضو بتعمليها ازاي؟ بصي، هو دي المعادلة الصعبة، ان احنا لازم واحنا بنعمل واحنا بنجت انسبايرد من التراث، لازم نبقى واعيين بالحاضر بتاعنا من حيث الموضة والأحداث والاتجاه العالمي والظروف الاقتصادية وحاجات كتير قوي. لازم يبقى في وعي، ما هواش أنا باخد حاجة كوبي بيست أو حاجة كانت تنفع في التراث بقوم احط عليها حطاها شوية في الوقت لاينز الحالي. مودرن وخلاص؟ لا. لا، لا لا هو مجرد بس ده بيساعدني في ان انا في الانسبيريشن بتاعي. فمثلا لما جيت عملت الموضوع ده، قعدت افكر ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني في التراث الفلسطيني. لقيت الزي بتاعهم اكتر حاجه ثابته. اكيد المباني بتتهد وكل يعني، والشوارع والتخطيط بتاعهم اكيد اتغير 500 مره. يعني مفيش حاجه اقدر امشي عليها قوي غير الزي بتاعهم اللي هم متمسكين بيه. وبصراحه لما شفت التطريز بتاعهم
والزي لقيته مليان مليان غنى فاحش من الباترنز اللي هي كلها برضو آه، م- آه، جايه من الطبيعه، مستلهمه من الطبيعه اللي حواليهم الطبيعه بتاعتهم. النباتات اللي بيزرعوها في الارض، الزيتون، عندهم انواع معينه كده من البيريز اسمها هاوثورن، القرنبيط. الزي اللي هي لابساه ده مليان جمله. الارض الزراعيه القيمه تكون بيدونوا الارض بتاعتهم، بيشرحوا بيدونوا كل تفاصيل الارض بتاعتهم، الزرع اللي بيزرعوه، الحيوانات اللي بيربوها. يعني في باترن اسمها رجل الفرخه، في باترن قرنبيط، في باترن اسمها البقلاوه. لان البقلاوه دي نوع قصه معينه بيستعملوها. هم يعني انا مثلا لما جيت اخترت طبعا الزيتون، لان هي حاجه بتعبر برضو عن الارض بتاعتهم، وهي رمز بالنسبه لهم الصمود والسلام والصمود. والهاوثورن ده رمز عندهم ال fertilization، الخصوبه، وان هم الاستمراريه، لان هم مهمه قوي بالنسبه لهم هم يستمروا، وان هم يبقوا يتكاثروا بشده عشان يتمسكوا بارضهم. ف فلما لقيت هو ده ايه ده زيهم، ده بيعبر عنهم كويس قوي. طب ليه ما اخدش الباترنز دي واجردها واستعمل الخطوط بتاعتهم دي تبقى خارجه من الباترنز بتاعتهم؟ فساعدني قوي وعملت كذا. يعني اخدت الباترن اللي هي 2 دي حولتها ل 3 دي، بس طالع من الباترنز بتاعتهم. فعملت كتل جديده مختلفه مودرن جدا. الكلاينت يقف عندها شايفها ان هي مودرن، لما يعرف القصه من وراها يحس ايه ده، يعني في حاجه لمسته، حاجه هو مش عارف كان يعبر عنها. مش شرط واحد يمشي طول النهار يتكلم عن القضيه الفلسطينيه، كلنا متعاطفين معاهم بس عارفين ان احنا لكن لما تلاقي حاجه بتسبورت ده وفي نفس الوقت هي عاجباكي وهتضيف في البيت بتاعك وهتستخدميها استخدام مناسب وكله، وتفضل طول الوقت تفكرك بالقضية هتعجبك. حتى لو بعد كده هتنسي، بس هتحسي ان هي دي انت عايزه تشتريها، انت عايزه دي اللي ينفع تدفعي فيها فلوس، هي اكتر من ان هي ترابيزه بالنسبه لك. هترتبطي وبعد ما بيها الترابيزه في لحظة. تبوظ او تروح او تتورث او تروح، فكرتها هي اللي دايما. ده كان في ترابيزه كانت بتعبر عن التطريز الفلسطيني والزي الفلسطيني، وهو ده اللي انا بسعى ليه في مقام، ان في الاخر يتقال ان في العصر الفلاني اللي كان كل الناس بتعمل كوبي بيست، او كل الناس بتعمل يعني حاجات ساذجه جدا وحاجات بس تجاريه، لا، ان في براند نجح وحقق مبيعات تجاريا عاليه، وفي نفس الوقت كان ليه فكره وكانت افكاره بتعبر عن الحاضر بس انسبايرد من التراث بتاعنا، عشان احنا نحس بفخر ونحس بانتماء للمكان اللي احنا فيه. ده مش بس فخر وانتماء، ده انت يعني داخله جوه التاريخ، بتجيبي بتربطيه بالقضايا اللي موجوده دلوقتي. يعني بتخلي الواحد اما يجي يشتري ترابيزه يحس انه بيشتري قضيه. بصي، في اكزامبل تاني مثلا، من 4 سنين كده كان طالع الارت ديكور، طالع موضه جدا. الستينلس بقى، انت عارفه الذهبي طالع، والقرشات كل حاجه بقت قرشات وذهبي وستينلس طب انا عايزه اعمل كده، بس اعمله ازاي كده؟ لازم طريقه مشروعه. ما انا هقلد الارت ديكور اللي هو اصلا الحضاره يعني انا مالي ومال امريكا ومالي القضيه دي. لقيت ان الارت ديكور ده انسبايرد اصلا من الحضاره الفرعونيه ومن حضارات تانية كتير قوي، منها الحضاره الفارسيه، فتره كده في العراق. لما جيت عملت ريسيرش لقيت ان الارش اللي هو السيمي سيركلر، اللي هو ما فيهوش اي سيمي سيركلر بالظبط، ده كان فارسي. ولقيت مبنى في العراق اسمه ايوان كسرى. يعني في قصه تاريخيه للرسول عليه الصلاه والسلام، ان واحد لقاه وهو بيهاجر فقال له لو انت سبتني وما قلتش انا فين لك ايوان كسرى. فلما جه عمر بن الخطاب فتح العراق بعد سنين، جاب الراجل ده وقال له دلوقتي انت ينفع تاخد الاساور بتاعه كسرى زي ما الرسول وعدك. فلقيت ان هي مرتبطه عندنا بقصه، وفي نفس الوقت هي حضاره في العراق عربيه تمس بينا. هي لها شكل مميز اللي هي اساور كسرى يعني، لا، ولا؟ هي اساور كسرى ده كان الملك، وايوان كسرى ده مبنى اللي هو الملك بناه، كان بالنسبه لهم زي الهرم كده، كان اكبر اعجاز في العماره، لان هو عباره عن فولت. ايوان دي الفولت بس مسدوده، يعني فولت كبيره قوي بس اخرها حيطه، ده شكل الايوان.
فهي فولت بس السبان بتاعها عريض جدا جدا، وطبعا ما كانش فيه خرسانه ساعتها. فلما اتبنى ساعتها البحتري كتب فيه شعر لما دخل بقى المسلمين دخلوا العراق، قال ايه المبنى ده؟ أإنس بنوه لجن أم جن بنوهم لإنس؟ من كتر أي حد كان يشوف المبنى العظيم ده كان يقول ده إعجاز رهيب. ليه بقى؟ عشان هو نسبه البروبورشنز بتاعته خارجة من البروبورشنز بتاعت الكلاسيكس المظبوطة. فهو بيحسسك بالعظمة وبالارتفاع لان كلها حاجات انت عارفه، كلها عمليات حسابيه محسوبه عشان الفولت دي تتشال بالسبان ده من غير خرسانه، فهي محسوبه بالملي، فنسبها هايله. فلما اخد الواجهه بتاعه المبنى ده واطلع منها بروبورشنز وريشيوز استعملها مثلا في تي في يونت، التي في يونت دي هتبقى نسبها مريحه، اول ما تشوفيها تحسي ان ايه ده، دي هي اكتر من هي حلوه، هي كفايه في الحيطه، انا مش عايز غيرها. فكان الكلاينت يجي يقف عندها، اللي عندها حيطه صغيره يعني تقول كان نفسي اشتريها، واللي عندهم الحيطه بتاعتها تسمح حاسين ان هي لوحدها في الحيطه هي خطيره من كتر ما هي نسبها حلوه. وبعدين هي مساحتها كانت 3.5. دايما اللي يشوفها يقول لي لا دي كبيره، دي 4.5، اقول لهم لا هي 3.5، هي 3 كمان 3 متر. فهي شكلها كانها عريضه وكبيره، ان هي خارجه من مبنى عظيم، ومبنى نسبه مظبوطه جدا وبتحقق الاحساس ده. فاحساسها برضو نفس الاكسبيرينس اللي حققه المبنى. التي في يونت دي عشان نفس الريشيوز حققت نفس الاكسبيرينس او قريب من الاكسبيرينس دي. لا انت ليك حق تقع في غرام الحواديت انا بتاعتنا. شايفه في قصه في قصص كتير. يعني برضه خلي بالك، هو مقام الحمد لله يعني البوينت اوف ديفرنس بتاعتنا، يعني نقط البيع بتاعتنا المميزه اللي احنا اقوياء فيها، هي مش نقطه واحده، هي كذا نقطه. يعني اولهم طبعا الديزاين مش موجود لا في مصر ولا في العالم. هي كل قطعه معموله لان كل ديزاين وراه قصه يعني. وكل قطعه هي معموله عندنا احنا بس. يعني مش هينفع تلاقي ليها في مكان تاني، مش هتشوفها في مكان تاني في العالم كله. فكل قطعه لما بتتعمل بقى بايه؟ بخشب طبيعي، بناتشورال ماتيريال طبعا، اذا كان خشب ولا صدف ولا نحاس ولا حتى ازاز. كل الحاجات دي عوامل تساعدك. يعني كمان لو انت عايز كواليتي هتلاقي كواليتي، ولو يعني انتوا ما عايز بتشتغلوش غير بالاخشاب الطبيعيه؟ ما فيش غير الاخشاب طبيعيه، يا جوستورج يا زان، او عشان يخدم كمان الديزاين. ما هو انا لو عملت ديزاين حلو بس الكواليتي بتاعته مش حلوه، الكلاينت هيشتريه ليه؟ لا ديزاينات يعني حلوه بس اقصد ان في اخشاب او اخشاب المصنعه الجديده ما بتخدمش الديزاينز بتاعتي، مش هتخدمها. ليه؟ لان انا برضه عايز اشتغل شغل يدوي. ما انا قلت لك ان لا ما هو تنفعش في الشغل اليدوي. في كذا حاجه، كذا قصه جوه مقام. ديزاين كويس جدا ومش موجود وخطير، فينش كويس جدا، هاند ميد. ما احنا برضه عايزين نرجع كل حاجه تبع التراث وتبع حاجه، بس كمان عايزين نحيي الصناعه. الراجل قاعد بيشتغل بالصدف، الراجل ده عشان تشوفيه كده هو قاعد بيتعامل مع حاجه لو لمسها زياده، لو يعني بطريقه معينه تتكسر منه. فازاي هو دقيق جدا، وازاي هو بقى بيمسك بقى المنشار الصغير بتاعه ده ويقعد يصنفر، يبرم فيها كده ويصنفر، ويجيب الصنفره كده ويقعد يجرد فيها كده عشان تطلع في الاخر حته صدفه قد كده، تبان بكل لمعه، وتبان بكل ايه، حب في القطعه اللي هي اصلا خشب طبيعي، اللي هي اصلا معموله بايد، بهاند ميد. القشره دي مهمه جدا. الشاجي بيعمل لو باترنز كتير قوي تمسكي كده بالقشر. كل قطعة عندنا تشوفي كده هو خط القشرة فين بتاع القطعة دي مش موجود. اتحداكي لو لقيتيه. اللحامات اللحامات لو اتحداكي لو لقيتيه هتفهميني يعني الترابيزة هي قدامك كل دي في قشرة قدها؟ لا مفيش، كل دي اللحامات بتاعتها مش باينة جنب بعض ومش هتشوفيها. يعني دي مش قطعه واحده من القش؟ لا طبعا، دي كذا كذا دي واحده كذا جنب واحدة، بعض لان هي فعلا مش كذا عريضه. واحدة، ومفيش مش يعني ومفيش، مش هتشوفي زيرو اللحامات. جوينت. ما هي دي، مفيش. ده الهاند ميد بقى، ده كمان الفينش، ده اللي الكلاينت بيدور عليه. بتلاقوا الناس اللي بتعمل الصناعية؟ لا بتلاقوهم الصناعية دول فين؟ احنا برضه، عندنا يعني عندنا في دول مصر بقى اللي في هم ازمه. دول الجيش.
يعني انت دلوقتي عامل طبخه حلوه ومكوناتها حلوه وكل حاجه وبيرفكت ريسبي. طب مين بقى اللي هينفذ؟ مين الطباخ؟ هو الصنايعي. لازم يبقى بيشتغل بحب، لازم يشتغل وهو مبسوط وفخور ان هو بيشتغل في المكان ده ومرتاح. المرتاح دي اهم حاجه. لازم اهم حاجه وحده الصنايعي دي. في ناس كتير تيجي تقول لك ايه، احنا الصنايعيه عندنا مبهدليننا خالص. احنا الحمد لله ربنا كرمنا بصنايعيه مش موجودين في مصر، مش موجودين في حته. الحمد يعني لله. بيحبوا الحمد لله. المكان وعندهم بيحبوا ولاء ليه. المكان وعندهم ولاء، وهو لو طلع حاجه هو لوحده المكان كده اللي بيجي فيه حتى لو ما بيحبوش هو بيطرد بيدي نفسه. فايب. لو اللي موجود بس هو اللي ايه عنده ده انتوا انتماء، وهو دقيقين اللي قوي كده بيحبه، ليه، وما ترابيزه هو ومش اللي هيبان بيحب فيها شغله لا. موجود. لا هو بيحب شغله جدا وعايز يطلع احسن حاجه عنده. واحد واحد يعني. وعايز واحد واحد. يعني هو بيراجع على نفسه. حصلت حادثة جامدة قوي بس كانت بره المصنع وهم مروحين. 40 صنايعي عملوا حادثه. الكلام ده من حوالي اولموست عربيات دخلت كتير في بعض سنه. ودخلت في بوكس عربيه كبيره وكان ماشي عندنا. عكسي وقصة كده لا غريبة ما قوي. يعني عربيه كبيره وكانوا كلهم مع بعض؟ كلهم مع بعض. ده ايه اللي حصل؟ فكان لا مش متبقي مش كلهم، ده كان حد. كان اه 40 واحد، فكان متبقي حوالي 20 مثلا واحد. حصل لهم ايه؟ هم بقى الكسور بقى وكدمات، وفي حد كسور جامدة توفى وفي حالات صعبة جدا، في 2 اه. توفوا وفي ف... حالات كلهم كانوا حالات كسر فتلاقي مضاعف في بقى الرجلين. كل الناس خفوا ورجعوا خفوا ورجعوا وعايزين الحمد لله، اللي واحنا مكتوب له معاهم 3 خطوة 4 بخطوة. شهور اجازه وراحه ما قدرش. قال لك اسبوعين 3 ولقيناه واقف في المصنع بيساعد وبيشيل، لان هو عارف ان هو مسؤول. بيته. بيته. احنا خايفين عليه احنا خايفين عليه. روح اقعد في بيتك. وشايف احنا اهتمامنا بيه كلنا واهتمام كلهم ببعض، هو الحمد لله. يعني الريسبي ايه للناس اللي عايزه تحافظ على الصناعه، او برضو الريسبي ايه للناس اللي بتقول انه الصنايعي ده مغلبنا وهو ده حب الصنايعي. اوحش حب جزء في المنظومه احترمه والكلام ده. وحبه وريحه وشوف هو محتاج اديله ايه. حقه. اديله طبعا. لا اديله اديله حقه. حقه اديله حق ده الاساسي. اه. واديله ما هو اكتر من حقه حقه من كمان. وكمان باحترام كمان، اديله اكتر من وحقه حقه. في حاجات كتير مش وحق بس اجازته وحق مواعيده وحق احترامه وتقديره للمكان. ولما يعمل حاجة حلوة تقول له تسلم ايديك. انت من غيرك مش الحاجة دي ما كانتش هتحصل. تفهمه كده. لازم هو فاهم ان فعلا من غيره الحاجه دي انا عامل احسن ديزاين في الدنيا. طب مين هينفذه لي؟ لو انا ما لقيتش حد ينفذه لي خلاص الديزاين ده اتبخ. هفضل حاطه في ورقه كده. لكن لو نفذته وطلع بالظبط. طب وانتي لما بتيجي تشرحي للصنايعي اللي هيشتغل في القطعة التاريخ بتاعها بقى، وانتي جبتيها منين وكده، هل بتحكي لهم الحكاية؟ امال بتديهم بس بصي بقى، هو كل واحد ولعبته، عارفه كده. ال- الشاطرين قوي في الماث لما يحلوا عمليه حسابيه صعبه ويبقوا مبسوطين قوي وفخورين ان هم حلوا دي بطريقه مختلفه. هو الصنايعي كده، انت لما تتحديه في الديزاين تجيبي له حاجه تتحدى صنعته، يعني تحسسيه حاجة صعبة، هي صعبه قوي حاجة بس حلوه علاقاتها قوي، مع بعض محتاجة ملعوبه، معالجة. جديده محدش عملها، هو بيبقى فخور انه يعملها. فهو مش قصته ان هو يعرف. هو طبعا مستغرب ليه السفره مثلا المند اسمها المند ولا اسمها لوزه، وبالنسبه له ليه اسمها لوزه مش مشكلته، هي اسمها لوزه ليه، هي عشان هي متاخده من الباترن بتاعت اللوزه الفلسطينيه. بس انا مش شرط اقول له كده، بس انا هجيب له قشره خطيره واجيب له علاقات فوق بعض، كتل بتتركب مع بعض، هو نفسه يقعد يقول لي طب ما نجيب دي تحت دي، لا طب ما دي حلوه قوي، طلع التكوين طلع خطير. ما هو بيحب الشغلانه، ما هي الفكره انت تشتغلي مع ناس بيحبوا شغلانتهم، فهو بالنسبه له عايز يطلع حاجه حلوه، مبسوط ان فانتي انت بتتحديه في الحتة اللي بتساعديه. هو اه يعني ملعبه. ايوه بالظبط، هو بيساعدني احقق تصميمي وانا بساعده اخليه يعمل اقصى جهده في صنعته ويبقى فخور بيها، فخور باللي عمله. فاحنا تمام، احنا الاثنين في نفس الاتجاه. طيب هو اي حد يعرف مقام عارف انه هيثم يعني ملوش في التصميم نفسه، وما بيقعدش يرسم ولا يحلم زي صاحبتنا، لكن انت الدينامو المحرك في كل حاجة في مقام. هو وكل واحد طبعا له دوره. هو انت كل دورك واحد ايه؟ فينا ليه دور. انا لما دخلت مقام خلي بالك انا كان دوري
كنت بتفرج في الاول هو هنا بيحصل ايه، وزي ما قلت لك انا في الاول كنت لا انا مش مستمتع خالص، النقاش مش عاجبني. انا مالي انا عايز انا مالي هنبيع انا بحب بكام؟ لا اه, برضو احنا هنبيع بكام في الاخر؟ يعني وهنكسب ما ايه؟ في بيت وفي مصاريف وفي صناعيه بقى عايزين يقبضوا، وفي مصاريف مم. وفي مصنع عايزين ورش. لا فكانت في الاول كان في ورش عايزين نأجرها وعايزين مخازن، فهنعمل ايه يا نوران يعني؟ فكري كده. قالت لي لا انا ما افكرش، انا اشتريت دي الحاجه، صنعت الحاجه دي بجنيه، عايز ابيعها بجنيه. لا ما فيش كده، ما كده فيش انا كده. قلت كده؟ لا. لازم ما نكسب. هي عايزة هي دي عايزة كلفت عليا 100 تطلع جنيه القطع بتاعتها هنبيعها بقى. ب هي 101. عايزة تنشر الفن، ما مش هو قصتها بقى بالظبط الكلام ده. خالص. في اي حاجه ما تيجي نتكلم في فلوس تقولي انا الماديات دي مش بتاعتي خالص، يعني ما طلعني منها. فشوف انت هتعمل ايه فابتديت بقى انا اخد ايه كورسات ماركتينج، كورسات سيلز MBA. وام بي اي، وعايز اجهز نفسي للي انا فيه ده. فاول حاجه كاستمر سيرفيس. في حاجة جامدة هتحصل، أنا لازم اه أذاكر لها. في حاجه جامده هتحصل، وكلاينت ده لا جنب الشغل، يعني هو واحد اوريدي هو بيشتغل، ما كانش واحد لسه ما بتعامل دخلش. معاه كلاينت، في واحد بيخش في ما بيني وما بينه حوار، وفي سيلز بيرد عليه، وفي كاستمر سيرفيس، وفي افتر سيلز، وفي واحد بيسلمه، واللي هيسلمه ده شكله هيبقى عامل ازاي. فالموضوع ما بيقفش على ديزاين وتنفذ، لا ده بعدين بقى واوبريشن. طب وجدول التسليمات عامل ازاي؟ طب وهنجيب التارجت بتاعنا ازاي اللي احنا نقدر نعيش نغطي بيه مصاريفنا؟ لا وعايزين كمان نكسب، وعايزين نوسع، وعايزين بدل ما الورش دي لا نجمعهم في مصنع. في بلان بقى ده لازم تتحط. مم. طب مصنع احنا عايز يكبر، او مصنع ناخد عايز مصنع صغير وبعدين نكبره وبعدين اه نكبره. طب الشوروم دي صغيره جدا، احنا عايزين نكبرها، عايزين نروح مكان كبير، فالكولكشن لازم يكبر. طب عايز تنزل معارض، طب كل ده لازم تبقى عامل له بلان. فدي بقى الحمد لله النقطه اللي احنا تميزنا فيها، ان احنا خدمه الافتر سيلز. مم. انا هاجيلك للافتر سيل، اه بس انا يعني دايما بشوف انه الانتيريور ديزاين والفurniture ديزاين الاتنين دايما هم متجوزين بعض. لكن كل الناس اللي بتدخل في المجال ده غالبا بتشتغل في الاتنين الاول، وبعدين كل واحد يروح بقى ايه الى طريقه المكتوب والمرسوم له بعد كده. واعتقد ان انت اشتغلتي في الانتيريور الاول شويه لحد بس ما كملتيش. اشتغلت في الانتيريور مم. فكره في الاخر الكلاينت تقول لي حلو او مش حلو، انا حصرت نفسي في فكره حلو او مش حلو. انا مش عايزه اعمل حاجه حلوه زي ما بقول، انا عايزه اعمل حاجه ليها مسج مميزه، وليها اكسبيرينس معين تحسي بيها. ومش شرط تبقى هي تبقى حلوه، ده من ضمن العوامل، بس مش هفضل اخد في الاحلى، لان مفيش احلى حاجه، واللي هيعجبك مش هيعجبني فاحنا مش المقياس بتاعنا ان هي تبقى حلوه، المقياس بتاعنا ان هي تبقى راكبه مع المكان الفكره. فقلت انا ابيع افكار، واللي عايز يحطها عنده، بدل ما انا اعمل الهول ايمج، لا انا ابيع افكار. هعمل الانسبيريشن الحلوه، والكلاينت المناسب ليها هو اللي يجي لها، بالظبط كده، مش انا اللي هعمل المناسب للذوق للكلاينت الواحد الكلاينت. بالظبط. هي دي الفكره بقى، انا دلوقتي هو الكلاينت هو اللي بيفولو، اللي هو اللي عايزني، واللي لو في حاجه مش عايزها هيمشي خلاص. افكارها يعني اللي هي تشوفها، اللي هي الديزاينز بتاعتها عايز هاري تشوفها، الافكار بتاعتها موجوده. مش واحد ممكن يجي يغيره مثلا في انتيريور ديزاين، مثلا ممكن في الاخر عملت البيت، طب ماشي ما انا مش عارف اكرر البيت ده تاني، ما انا مش نفس الديزاين ده هعمله في كل بيت. لا لكن ممكن الكرسي ده يتحط في بيوت كتير قوي، ويبقى لايق مع الديزاين، يعني لايق مع الانتيريور ديزاين اللي عامل الديزاين هنا، ولايق مع المكان ده. ممكن الترابيزه دي تبقى موجوده في بيت شويه ممكن كلاسيك، ممكن في مودرن، ممكن الترا مودرن، ممكن اورينتال. والانتيريور ديزاينر بقى هو اللي هيوظفها كويس. طيب بس لكن لو مفيش انتيريور ديزاينر في المكان اللي انتوا هتفرشوه، ولاحظتي انه وانتي بتفرشي انه المكان ده كان يبقى احسن لو حطينا فيه مثلا حاجة هنا على الحيطة، او هنا زودنا كذا او الكلام ده، هل يعني طبعا بتقترحي؟ طبعا. وهي دي بقى الميزه في الاول، خدي بالك انا اول شيروم فتحته كان 60 متر، وواجهته كانت عريضه قوي، فكل اللي يخش يتفرج 60 متر دي انت
هما قطعتين تقريبا، فيخش يقول لي بس كده، اقول له هو باين من بره كبير. فكنت اقول له طب انت ايه اللي عاجبك هنا؟ يقول لي مثلا عاجبني الكرسي ده. اقول له طيب ناقصك ايه في البيت؟ طب وريني وصلت لايه. طب احنا ممكن من الكرسي ده نشوف لو انت ناقصك السفره نعمل سفره نفس يعني مش معرض اساس وانا عارضه كام قطعه لا. لا، تعالى بقى نفكر مع احنا بعض. هنعملها هما كانوا ازاي. بيجوا يسالوا عن نوان، احنا عايزين نوان. مم. عجباني قوي الكرسي ده، عاجبني قوي الكرسي ده، طب انا عايزه منه صفه. ايه ده، انا هطلع لكم منه صفه. النوان تيجي تقول لك ايه، انا هعمل لكم منه صفه خطير. ايه ازاي؟ اللي عاجبك فيه؟ لون فترسم. الخشب ولا الباترن ولا عاجبك ايه ولا اه نبتدي نفهم بعض عارفه اكتر انت طرف الخيط، هي مسكت طرف الخيط منك، خلاص انا عاجبني جدا الباترن اللي في ظهر السرير ده، هي ينفع تتعمل منها كنبه؟ ينفع. فنوان برضو طبعا عشان هي عارفه، هي اللي طبخه، هي اللي عامله الديزاين. طب بص السكتش ده، ايه رايك كده؟ فكلاينت ايه ده؟ حلو، بس مش قادر يتخيله. طب خلاص انا بينا ميعاد بقى، اعمل لك 3 دي كمان واعمل لك اعمل لك بقى 3 دي تاني، تشوف للبرودكت يعني. السرير ده هيطلع منه ازاي السفره، وهيطلع منه ازاي الريسبشن. مم. وكمان هعمل لك كمان ليه تي في يونت من السرير ده، من السرير ده، هو كده. وتبتدي بقى ثقه بقى. تعملي كل اه المكان بشكل عام كل يعني، وانت البيت مش يتعمل كده. الانتيريور ولا حاجه. وانا مش انا كل ده بعمل الفرش، اه هو اوريدي بقى عامل الانتيريور بره مش عامله. تحل مثلا حاجه، مثلا كلاينت بقول جه لك قال لها انا عندي انا عمود في النص، دي كان مثلا دي تاني كلاينت عندنا ولا تالت كلاينت عندنا، من اول الناس اللي ساعدتنا طبعا. احنا عندها ريسبشن في عمود في النص، والعمود اللي في النص ده هو قافل على مكان السفره، فالسفره ممكن صغيره قوي، صغيره جدا تطلع 4 كراسي. فهي عايز تعمل وطبعا سفره لازقه في العمود. ومامتها تقول لها، مامة الكلاينت تقول لها ازاي تعملي سفره 4 كراسي؟ ازاي يعني؟ لازم السفره تبقى 6 أو 8 على الاقل حاجه. طب هتحليها ازاي؟ طب يا نوان حل لنا الموضوع ده. حليتيها ازاي دي؟ فنوان بقى متعامله ايه؟ يعني لو المهم انا اصلا ما اعرفش هم، انت عارفه بقى طبعا فكره وورد اوف ماوث، فانا جيت لقيت ناس مستنياني بقى لهم ساعتين، اسره وكبيره، واحنا بقى عارفين انك هتحلي، انا مش عارفه هم عارفيني منين، عارفين انك هتحلي الحته دي، وانا عايز احط السفره هنا والعمود هنا في النص، وهنعمل ايه؟ ينفع يبقى العمود في نص السفره؟ طب ينفع كذا ينفع كذا. فقعدت عملتي كده العمود في في نص بالي. السفره؟ عملته طالع من السفره بس مش في نصها بالظبط. مم. بس خلاص اوكي، العمود ده انت عايز لازم يبقى هنا، اصل هنا السيركيليشن كذا، وعمالين نحل نشوف مكان تاني للسفره. فعلا لقيت ان ده هيحل لها مشاكل كتير. قلت خلاص اديني فرصه. سبتهم كده شويه 5 دقايق، قعدت افكر كده بالسكتش واشوف المسافات تمام كذا كذا. قلت لها خلاص اوكي ينفع. تعالي بقى نتكلم في التفاصيل بقى، عايزاها تبقى روحها ايه، ايه اللي عاجبك هنا. وعملناها ساعتها وبقت حلوه قوي قوي. وعملنا ساعتها الهاند ريل برضو خشب لايق عليه، يعني دخلنا عناصر تانية في المكان ترد مع السفره دي. اسمها امينه، الكلاينت دي اسمها امينه. الكلاينت دي اسمها امينه، انتوا كانت لسه جميله قوي. فاكرينها؟ لسه فاكرها وبنشوفها بنشوفها وصاحبتنا صدفه كتير، واول يعني اه دايما لما اتجوزت طبعا يعني شفناها وباركنا لها، وبعد كده خلفت باركنا لها. مم. احنا الكلاينتس بتوعنا بنحبهم قوي يعني، اه لويال، واحنا اه بنحبهم وما وهم بيحبونا عارفينك، يعني هم عارفين ان مقام فيه نوران وفيه هيثم وفيه صحابه موجودين. مم. صحابه فعندهم موجودين. ثقه في المكان وفي لو في حاجة مثلا حصلت طبعا، ما في انا لسه مشكلة بقى عايزه حصلت. اسالك على الافتر سيل. اه يعني ووارد انه يبقى فيه يعني ملاحظه في حاجه بعد فتره، حاجه عايزه صيانه، طبعا الكلام ده. طبعا. انت آه، بتتعاملي مع حاجة برضو، الفurniture ده حاجة بتبقى بتستخدميها كل يوم، وما ده طبيعيه. ووارد قوي ان يحصل فيها حاجة. بس امتى انت هتتفاعل بقى لما الكلاينت بيجي يقول لك مثلا ان هو شاري حاجة عندك من 5 6 سنين وحصل فيها حاجة، هتعمل ايه؟ لازم 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 تحلها له، تحلها له مهما كانت التكلفة. تحلها له كأنه هو الكلاينت ده الوحيد اللي فاتح لك بيتك. انت فاتح اصلا وعامل كل ده. يعني انا بقول للتيم اللي معانا، انت واخد احسن مكان، احسن لوكيشن، مأجر احسن لوكيشن، جايب احسن ناس تشتغل، عندك احسن ديزاينرز، وعندك الديزاينز بيطلع بكل حب وبكل تفاصيل، وديزاينز مش موجود. ده بقى مهم جدا اللي هو ايه، خدمة ما بعد البيع. انت دلوقتي لو كلاينت جالي كده من 5 سنين 6 سنين شويه من عندي حاجه وباظت، او لونها اتغير، الكنبه مش عارف حصل فيها ايه، الكرسي اتخبط، السفره وهما بيحركوها انا لازم احلل، لازم احل المشكله دي تماما.
ممكن مثلا ياخد معانا وقت شويه، ممكن نشوف ايه الحل. لما هو يجي لي تاني، ما هو مش شاري حاجه برضه من مكان يعني مش معروف. هو مكان، هو اسمك ده هو ده اللي هيساعدك، وسمعتك هي دي اللي هتساعدك. انا دايما بقول الصيانه شرف المكان، اه شرف الصيانه المهندس طبعا. الانتيريور، شرف البراند. لو ود- مفيش صيانه. مفيش صيانه، لا في مشكله كبيره يعني. مم. وطبعا وارد جدا ان انت كبراند يحصل عندك حاجه. ده انت بتتعامل مع فurniture، او بتتعامل مع الفurniture ده. دي حاجه بتتعامل بيها كل يوم، بتستخدمها كل يوم. عايز تعزم ناس، عايز يبقى في استخدام ليها كل يوم. فوارد جدا ان يحصل ليها حاجه. فانت ازاي بقى تقدر تعمل ده؟ هو ده اللي انا اتعلمته. ازاي بقى ده اللي انا بفهمه للتيم بتاعي، ان انت العميل ده انت لازم يعني تساعده، ولازم تهتم بيه، ولازم، اصل العميل ده هو ده بس انت يا هيثم لما بيجي لك حد يشتكي لك من قطعه بيبقى جاي متعاطف معاكوا اصلا، اللي اه هو يعني انا عايزه ازعق بس مش هقدر. لا، بالمكان، وعارف ومتاكد ان احنا مش قصدنا ان بنعمل اللي احنا نضايقك. علينا، ان احنا عاملين اللي علينا يعني، وانا وهنعمل مش معاك. قصدي ان انا اضايقك. فلازم تبقى فاهم كده كويس قوي. انا عايز اساعدك، طبعا عايز اساعدك، وحقك عليا ان انا اساعدك، وحقك عليا ان انا اعمل لك اللي انت عايزه. بس ممكن مثلا ايه، حاجه تحصل عندك وارد. بس امتى بتبتدي بقى تزعل؟ لو انت حاولت تتواصل معانا واحنا ما فيش استجابه. هي دي المشكله. لا، انت لازم ترد على العميل، تحاول تديله ميعاد، تحاول تشوف ايه المشكله اللي عندك، تعرف المشكله دي جت منين، وتحاول ازاي تحلها وما تجيش تاني. طبعا طبعا، ده بلا شك. ما هو الكلاينت القديم هو اللي هيقول للكلاينت الجديد. انا بقى بتكلم مثلا مع السيلز بتوع الكاستمر سيرفيس وبتوع المصنع، ان العميل ده هو دايما على حق، والعميل ده هو ده اللي فتح بيوتنا. عملت ديزاين حلو، وعملت شوم جميله، وعملت بس هل مصنع فعلا كبير. العميل دايما على حق؟ اه طبعا، مم. العميل دايما على حق. مفيش عميل جاي يشتري من عندك حاجه عايز يخسرك. والعميل اللي احنا بنتعامل معاه برضه هو عميل مميز جدا. يعني واحد بيشتري الحاجة عشان هي بتعبر عن الهوية بتاعته، فده ايه يعني، هو نفسه هو عميل مختلف، يعني هو هو عميل راقي وذو فكر اه مختلف بالظبط. اصلا، ما ايوه بيدورش على حاجات عاديه. كوميرشال او حاجات لا، ما تجاريه او بيدورش على حاجات حاجات عاديه. عاديه، بيدور على حاجه مميزه. مم. انا هاخد الكوفي تيبل دي عشان انا عارف ان هي الكوفي تيبل دي مميزه جدا. يونيك، السفره هو دي عميل يونيك. السفره دي انا متاكد ان انا مش هشوف زيها تاني في مصر ولا في وبالتالي العالم. حتى الخناقات بتاعته اه هي خناقات مميزه. ما هو بقى احنا بتوع التفاصيل. مم. فهو بقى بيبقى بيحب جدا التفاصيل. مم. فنبقى بنتكلم بقى معانا في حاجات. هو طبعا خلي بالك، الكلاينت ده ممكن يخليكي تهتمي بحاجه انت اصلا ما كنتيش واخده بالك منها. فاهماني؟ يعني في شويه حاجات تكنيكال كده فهمناها مع الوقت. اللي مش عارفه ايه لازم يبقى متشطب، الرخامه لازم تبقى عامله ازاي. فالحاجات دي برضه بالوقت مع الصنعه مع كل حاجه ممكن تاخدي بالك منها. طب انت بقى يا هيثم، يعني من قعدتك مع نوران ومشاركتك ليها في يعني في البيزنس طبعا، مم. لكن اكيد بتشوفها وهي بترسم وهي بتحلم بالقطع الجديده. بالظبط. ما بتقولش رأيك في الديزاين او ما لا طبعا، بتحطش التاتش بتاعك؟ طبعا بقول رأيي. مم. انا والسيلز وكلنا بنقول رأينا. ده المهم بقى. يعني انت ممكن تبقى عامل نوان بتطلع بديزاينز خطيرة وحلوة جدا، بس ممكن في الاخر عمليا ما تعملش سيلز كويسة. ما هو انت برضه خلي بالك، انت عايزة الكلاينت بتاعك يبقى فاهم هو بيشتري ايه، ويعرف من الناحية العملية يستخدمها. يعني انا عملت ديزاين كويس، بس عمليا مش هعرف استخدمه. ما برضه يعني في كذا حاجة لازم تبقى موجودة في الديزاين. ساعات ممكن مثلا تعمل ديزاين لحاجة تكلفة تصنيعها غالية جدا جدا طبعا مثلا. طبعا. فدي لا بس انا لما بعمل كده بتراجع، يعني بحس لا طب نعملها ازاي، نشوف حلول تانية، نغير شوية في الديزاين يعني. وفي ساعات لا هو الديزاين لازم يتخدم كده باللي هو يبقى الكوست بتاعه عالي جدا. يعني ده لو بن- كل الفكرة. وبنعمله، وساعات نعمله بيبقى بيتعمل سبيشال اوردر، او يتحط مثلا في وقت معين، وبعد كده خلاص يتشال يبقى في الكتالوج. يبقى الكلاينت جاي عارف ان القطعه دي مش هتتعمل غير ليه هو لوحده، وهي بتبقى اصلا يعني حاجة ما بيتباعش قطعة. منها كتير.
ما بعملش كده. يعني كلاينت دي مثلا باجي اقول مثلا limited edition. هي ليميتد اديشن، هي عنوان لما بتبقى خلاص هي دي لازم تتعمل كده، فخلاص بعملها لها وبتبقى ليميتد اديشن في الكاتالوج. لا كلاينت دي بتتعمل باي وتنزل بيها اوردر. مثلا في معرض او حاجه؟ انزل بيها معرض او اخليها عندي هنا في الشوروم واصورها كويس جدا واهتم بيها كويس جدا، بعد كده احطها في الكاتالوج. وكلاينت لو طلبها بيبقى عارف مثلا انا عندي هنا هم 10 قطع مش هعمل تاني، خلاص يبقى كلاينت عارف ان هو بيشتري حاجه one of 10، خلاص مش هيبقى فيه زيها تاني. فطبعا بدي بتبقى كويسه جدا. طيب هي اول ما بتديك بقى القطعه بعد ما رسمتها، قول لي كده انت بقى بتعمل ايه؟ اول حاجه بنتكلم هتطلع في قد ايه وهتتنفذ ازاي. هتتنفذ ازاي، هتاخد وقت قد ايه. احنا عندنا معرض، احنا عندنا لو مارشي مثلا، عايزين ننزل فيها بلو مارشي، فتبقى وهي بقى تقعد مع الوسطى مدير المصنع، تبقى قاعده معاهم هما الاثنين كده يقفلوا على نفسهم كده، احنا هنعمل دي ازاي، طب وليه دي لا، ودي طب ممكن نعدل لنا دي، طب ممكن مش عارف ايه. فيبقى في تفاصيل كتير جدا هما يبتدوا ايه يتكلموا فيها. بعد كده يطلعوا لك بقى يطلعوا بالايه، بقى ايه بالنتيجه. دي التكلفة، وهنستخدم الحاجات دي و... فانا ابتدي بقى اشوف بقى وهنشتري الخامات والخامات دي هنشتريها الفلانيه. ازاي. فنبتدي بقى ايه نحسب ونتوكل على الله، ونبتدي بقى نعمل لها ايه الماركتنج. ده بقى ده المهم. انت برضه كل ده عملت ديزاين حلو ونفذته كويس بس ما عملتلوش ماركتنج، ما دي برضه اللي هتكمل الكلاينت هيعرفه ازاي. فلازم تشتغل على ماركتنج كويس وماركتنج مظبوط والتارجت الكلاينت بتاعك المظبوط اللي فاهم اللي محتاج ده. انت بتحقق عنده نيد، هو بيبقى بيدور على حاجه هو مش عارفها، بس بيدور على حاجه، عايز حاجه ما تبقاش غاليه ماديا، مش غنى الماده، لا غنى ان الحاجه دي تزود القطعه دي تزود حاجه عنده في البيت، تبقى حاجه مميزه. فده الكلاينت بتاعنا، يعني تزود قيمه تزود قيمه البيت. القعده كده تبقى الكافي تيبل دي هي محور القعده، فاهمه. يبقى الضيوف كده وهم جايين ايه ده، ايه البيس دي، فهي دي اهم حاجه. وانتي بتعملي الديزاين بتاع القطعه بتبقي متصوره يعني الفول سوليوشن؟ يعني مثلا لو عميل جالك وعايز منك تديله بقى الرؤيه الكامله للموضوع، هل بتدخلي بقى في الاكسسوارز والستاير والحاجات دي، ولا انتي في الجزء بتاعك بس بتاع يعني طبعا بنقدم الخدمه دي ان احنا وهو ده الفرق بيننا وبين غيرنا، ان احنا مش فرنتشر ستور، يعني احنا ديزاين استوديو. انت جاي تشتري من مهندسين مصممين شاطرين عايزين بيتك يطلع حلو، ده الهدف، مش عايزين يبيعوا. يعني احنا عايزين في الاخر القطعه دي تتحط مع حاجات لايقه عليها. لو انت جاي عايز تاخد راي، حتى لو انت شاري من مكان تاني مش واخد من كل انت عايزه البيت القطعه كله، بتاعتك بنتك تتحط في المكان المناسب ليها. مناسب ليها في الاخر وتبقى فعلا حلوه، كل يخش يعلق يقول ايه المكان الحلو ده، ده الهدف. يعني انت كده اديت الخدمه بتاعتك ووظيفتك مظبوط يعني. فلا طبعا بنقعد ناس كتير قوي بتاخد رايي في الستاير، في السجاد، في الاكسسوارز. في انا الزرع ببقى موجوده في الزرع كمان. وفي مهتمه جدا تيم بالزرع وبالزرع. طب في والتيم بتاعي طبعا شغال في الموضوع ده، بنفرش للناس بيوتها وبنعمل انتيريور شوتس، حتى لو احنا معمول ديزاين اوريدي بس بنساعده ان هو يتخيل الرؤيه، ان لو خدت كل البيسز دي مع بعض هتليق. يعني بنحاول بقدر الامكان نساعد الكلاينتس بكل طريقه ان هو يبقى متخيل ومطمن ان بيته هيطلع مظبوط لو في لو بلان هو بياخد بنفرشه، مننا اي حاجه. لو في بلان اه بنفرشه ده بنعمل مود ده بورد. الطبيعي. طيب يعني انا بلاحظ وبعدين ان مهم انت قوي ان هو يديني البلان لسبب، لان انا باخد ساعات كتير قوي بضطر انا اللي اقول له، برغم ان انا مش عايزه اعمل حاجات كاستمايزد، ان لا دي احنا للاسف هنصغرها او هنكبرها، دي احنا كبيره هناخد مثلا على السات المكان دي عندك بس او من غير العكس. الكرسي، لان الكرسي ملوش مكان. فالحاجات دي بتبقى انا بعملها على مسؤوليتي، لان انا في الاخر زي ما بقول لك عايزه بيته هو يبقى الشوروم بتاعتي، وعايزه الفكره تفضل مستمره بعد ما يشتري، مش فكره ان هو بس اشترى، ولا حتى ان شاء الله تستمر بعد ما كمان كلنا نموت، يعني تستمر الفكره باذن الله. انا بلاحظ ان انت الالوان بتاعتك يعني بتميلي للاخشاب انها طبيعيه. تظهر
في الديزاين بشكل يعني واضح، وحتى الألوان اللي هي اللي مع الأخشاب لازم بتبقى ألوان يعني نيود أو نيوترال هادية شويه. أو نيوترال، بحيث إن هي يعني تركز أكتر على جمال القشرة وجمال الخشب نفسه. ده حقيقي؟ بالظبط. ليه؟ بصي انا بحب افرش اصلا بالجولدن ريشيو. الجولدن ريشيو ان احنا ادخل الباترن او ادخل اللون بنسبه 10% بس، اللي هو الاكسنت كولر. فانا بدخل الحاجات اللي هي فعلا البيس، سواء باترن او لون قوي، فلازم يبقى نسبه بسيطه قوي، والباقي عشان بقى يبان الاكسنت كولر ده او الاكسنت باترن دي، محتاجه يبقى اللي حواليها يبقى نيوترال. هو كل اللي حواليها جميل جدا، وهو برضو كفورم هو يعتبر اكسنت، لكن انا عايزه اخلي في الاخر الجمله ما هياش كومبليكيتد قوي. الناس لا تبقى ناعمه، وتبقى كل ما العميل يبص اكتر ويدقق تعجبه اكتر. انا هستفيد بايه ان اول ما يخش يلاقي ينبهر باللون ده واللون ده والباترن دي جنب دي ودي جنب دي؟ هستفيد بايه؟ لكن انا هو اول ما يخش هيجذبه كام حاجه باينين قوي بوب اب، بعد كده هيدقق هيلاقي ايه ده، دي كمان حلوه، ايه ده ودي كمان حلوه زي ما خدتش بالي، ودي كمان حلوه. احسن يعني ان انا كل ما يقعد اكتشف أكتر جمال في الحاجه. المكان بالظبط. يكتشف جماله أكتر. بالظبط. لكن مثلا اللون القوي ممكن مثلا يبقى في الاكسسوارز، او يبقى مثلا تقترحيه في لون الحيطه مثلا للكلاينت. لا، انا ما برشحش خالص في لون الحيطه، بس كل كلاينت وذوقه. يعني انا دايما بحب انا بحس ان حاجتي انا بتبان قوي في المكان لما يبقى شويه نيوترال، ما يبقاش يعني مش هينفع يتحط مع حيطان لونها فاقع، او يعني بحب هو نفسه اصله هي عايزه جمله التركيز يبقى معقده. على القطعه بالظبط. القطعه يعني بتاعتها. يعني عارفه لما يكون مكان معمول له ديزاين خطير مم. ويتحط فيه قطع مقام، بحس ان لا، القطعه اتظلمت مم. والمكان يعني هما والمكان الاثنين اتظلم. ديزاين يعني غني قوي قوي، فمش هينفع طب لو واخدين من بعض. جالك ديزاين مثلا معمول انتيريور ديزاينر عامله، وعايزين يفرشوا من مقام، وانتي لقيتي انه في تعديلة مثلا ممكن تضيفيها للمكان، بتقوليها ولا تخافي انه الديزاينر يزعل، ولا على حسب؟ لا، انا طبعا ما بعدلش خالص على الديزاينر، هو براحته، علشان دي رؤيته. بس هو لو العميل عايز حاجه معينه، فبقول له مثلا احنا مش هينفع نعمل كذا عشان الديزاينر عامل كذا، يعني بفهمه يعني. لكن انا ما بعدلش. لا، كتير قوي ديزاينرز بيتعاملوا معانا وهو بيبقى ليه رؤيته، وياخد يوظف حاجتي انا بطريقه انا مش متخيلاها. يعني شايفه دلوقتي بقول لك انا مش متخيله بتعجبك. وتبقى راكبه. يعني مش شرط ان هي تعجبني، هي كده ما بقتش عجباني زي الاول، بس هو دي اخدها وحطها هنا بطريقه معينه، غير لونها، شال الباترن من عليها، فخلاها يعني استعملها في السبيس بتاعته بحيث تكمل الجمله بتاعته مظبوط. فانا ببقى مبسوطه ان الجمله في الاخر بقى مظبوطه. انا هستفيد بايه لما اخش انشز في الاغنيه بتاعته؟ لا، انا عايزه ابقى ماشيه معاه بنفس النغمه المظبوطه. طب لو انا جيت لك مثلا بتصميم في دماغي، وقلت لك انا عاجبني مثلا الباترن، يعني ممكن ابقى مثلا زي كده بفكر واشوف الباترن بتاعت الفلسطينيين او كده، اشوف بقى بتاعت ناس تانية مثلا وتعجبني، فانا اجي اعمل لك اقول لك انا عايزاكي تعملي لي كذا، هل ممكن تعمليها؟ لا، ولا ما لو بقاش. استفزتك بس؟ لو استفزتني قوي اه. ممكن فعلا، يعني هو وارد ده بيحصل ساعات. بس ده لو حاجه بقى عجبتني جدا يعني. حصلت في الاول، ممكن حاجه احس ان هي يجي منها لكن دلوقتي طيب نوران، انت يعني هل بتبقي قاعده كده فينزل عليكي الالهام، ولا انت اصلا طول الوقت في حاله تفكير مستمر وتفاعل مع المحيط؟ قولي ايوه بقى هو ايوه. فعلا ايوه هو فعلا المحيط هو اللي بيأثر جدا، والاحداث الجاريه. يعني فاكره من كام سنه كده كان في الباريد بتاع المومياوات.
ازاي كلنا جالنا فخر وجالنا زي حنين للماضي، كل الناس جالها حنين ايوه، حسينا قلبنا بيدق كده واحنا بنسمع للحضاره المصري القديم. مم. كلنا حسينا ايه ده احنا عندنا تراث جميل وفخر، وبصوا عملوا ايه وبنعمل، الناس كلها بتتفرج وكل الناس متاثرين. فالفتره دي انا كان لازم استغل فيها ده واركب الموجه دي واعمل حاجات انسبايرد من حضارات المصري القديم. احنا نتأثر وهي تعمل بالظبط. وهي ترسم. قاعدة بالظبط. بترسم. فانا ساعتها حسيت ما كنتش خالص دخلتها، انا كل ده كان بقالي سنين شغاله في الحضاره الاسلاميه. الحضاره الاسلاميه زي ما بقول لك بقى بعصورها بمراحلها بان هي في اماكن مختلفه، وغرقانه بقى في حب الحضاره الاسلاميه في واروح بقى الجوامع واصور الموتيفs اللي عجباني. بس في الاخر لقيت طب انا ليه ما اعملش كده، وفرصه حتى ادخل الاورجانيك فورمز في الموضوع، لان حضاره مصر القديم انسبايرد من الطبيعه وفيها اورجانيك كتير، وكل الديزاينز بتاعتهم اورجانيك، حتى الشيبس اللي كانوا بيرسموها على الحيطان وكده ده كلها شيبس اورجانيك وكيرفد لاين، ممكن اخد منه خطوط واعمل منه حاجات. فعملت منه فعلا مثلا السفرة دي اللي موجودة هنا دي اسمها مينات ده القلادة بتاعت الملكات، العقد بتاع الملكات. هو أصلا هم مستلهمينه الفراعنة من الشمس، وفي نفس الوقت كانت حاطور اللي بتلبسه، وهو قلادة للملكات. فطب ليه ما اخدش نفس اخد منه نسب او اخد منه نفس الموتيفز الموجودة واوظفها، بس اعمل لها ابستراكشن واعمل منه سفره. فعملت من ده. اخدت برضو من الليلي اللوتس البيبي لوتس الليلي، اخدت كيرفز. بس ما بتاخديش الوانهم بقى، الازرق مش شرط اللون، يعني بحس ان انا احسن اخد الخطوط ده بيبقى اوقع، واللون الموضه بتتغير، يعني لازم اشوف بقى دلوقتي الالوان ايه اللي طالعه موضه، لان زي ما بقول لك لازم يبقى اللوك في الاخر بتاع دلوقتي. يعني العميل بيخش علشان لقى حاجه ترندي جدا وشيك بس عجباه ربطها بحاجه وفاليبل. قديمه بشكل لما ما. لما بيخش ويدقق يكتشف ان ايه ده، هو ده طالع من اللي انت بتقول يعني كده. لكن لو انا اخدت حاجات من الماضي، طب ما في الاخر ده هو اللون ده اكتر ما انت حاجه. مش بتعملي متحف. بالظبط، واكتر اللون اكتر حاجه اللي هو يعني مفروغ منها. لا انا عايزه اروح للحاجه اللي مش الصعبه، اللي عارفه السهل الممتنع. انا باخد الخطوط مش الشكل من بره ولا الالوان. ما بتحبش السهل ايه؟ انا بحب السهل خالص الممتنع. يعني مش مرتبطه مثلا بوقت، يعني مثلا هيثم يجي يقول لك احنا عندنا معرض، احنا لازم تخلصي كوليكشن جديد. لا طبعا مرتبطه جدا، احنا عندنا 2 كولكشن في السنه لازم يتعملوا عشان خاطر المعرض. وبالمناسبه عايزه اقول لك مثلا على المعرض اللي اول هو لو مارشي. اه اه. احنا زي ما بقول لك اول شروم خدناه كان صغير، فما جينا ننزل لو مارشيه عايزين نخش. طب انا عايزه اعمل حاجات كتير قوي، فخدنا مساحه مثلا 3 اضعاف المعرض بتاعنا. فكان هيثم ساعتها قلقان وقعد يقول لي انت متاكده احنا نعرف نفرشه منين؟ يعني هنعرف نفرشه ونلحق؟ ده فاضل ايه؟ ما احنا دايما بنحجز المعرض بيبقى قبليها بشهرين او حاجه، فاضل شهرين. قلت له ان شاء الله نعمل الديزاين ونفرشه ونعمل الناس. فدايما الناس شايفانا كانت برؤيه ان احنا كبار قوي، واحنا كنا لسه حجمنا صغير ولسه بنبتدي، لان احنا كنا دايما بنحب ننزل مش بسبيس صغير ولا حاجه. لا انا دايما بحب انزل انا اقدر اعمل ايه، اعمل فيلا، اعمل بيت، اعمل مساحه كبيره. ف طب بتاخدوا مكان كبير وتفرشيه كله وكل مره بكوليكشن جديد. كل ما بيبقى معظمه، لان دايما في حاجات قديمه ما بتقدرش تستغنى عنها، بتبقى بيست سيلر، فمضطرين نسيبها يعني في المعرض بنعرضها كذا سنه. لكن بنضيف بقى مثلا ممكن تبقى ست، يعني كولكشن مثلا ريسبشن واوضه نوم وسفره بس احنا نازلين باربع 5 سفر، فممكن يبقى منهم مثلا 2 قدام و2 جداد كده بس. لكن والباقي كله في الكتالوج. يعني احنا الحمد لله عندنا كتالوج دلوقتي 600 صفحه على مدار ال 11 سنه اللي فاتوا الحمد لله. لكن لازم يكون في طبعا حاجات جديده. لازم مفيش لازم. حد على ما اظن عنده القدره ان هو يعمل كاتالوج 600 صفحه كلهم ديزاينز جديده. ده مش موجود. شوفي كده مين البراندز اللي قاعده بتعمل
كام ديزاين في السنه. في ناس بتنزل كل 3 سنين تعمل نيو كولكشن. احنا عندنا ديزاينز الحمد لله، عندنا وفره في الديزاينز، فدي حاجه طيب انت الحمد لله كويسه جدا. لو دخلت عليك مثلا عميله او عميل وقالت لك مثلا انا عجباني قوي السفره دي، سعرها كام؟ فقلت لها مثلا سعرها، قلت لك ايه ده؟ لا دي غاليه قوي. اه وانا واكيد ممكن يحصل يعني. هل بقى ساعتها تقفش تقول له انت مش عارفه انت بتتعاملي مع براند ايه؟ لا لا طبعا، ولا لا بقى لا بتقعد طبعا، تقول لها لا اصلا بسألك لا مش بقى، حتى مش بقول لها، بس بسألها هي اصلا ايه اللي يفرق عندها، ايه اولوياتها يعني الفلوس ولا الخامة ولا الكواليتي ولا الديزاين ولا الافتر سيلز. هو الكلاينت ساعتها هيرد على نفسه. انت لو جاي عايز اهم حاجة بالنسبة لك الفلوس، فمش هتبقى هنا. لكن لو انت بتدور على ديزاين وبتدور على كواليتي وبتدور على افتر سيلز وبتدور على حاجة انت انت عارف ان الفلوس اللي انت بتحطها دي value of money حقيقي يعني. فاليو فور ماني حقيقي. يعني ما كتير جدا الكلاينت يجي يقول لي طب انت ليه مستخدم ارو، ليه مستخدم جوستو، ليه مستخدم خشب طبيعي، ما تستخدم MDF. اقول له ماشي، بس ما تاخدش مني ضمان، مش هديك عليها جارانتي ولا يوم واحد. طب ليه المفصلات عندك حاجات بقى التكنيكال بقى، ليه المفصلات عندك كده؟ طب ما تجيب لنا المفصله اللي هي الصيني الصيني مثلا اي مثلا حاجه. عشان ارخص وتوفر معاك وانا والتكلفه دي. اقول له حضرتك برضه مش هتاخد عليها ضمان. انا مش هطلع حاجه من عندي ما اديش عليها ضمان. زي ما الكلاينت كده اللي شايل من عندي من 11 سنه يقدر يكلمني يقول لي تعالى انا عايز اعمل صيانه لاوضه النوم دي، عايز اعمل صيانه للسفره دي، واروح وابقى عارف حاجتي، ولو لقيتها ان فيها مشكله اغيرها له واغيرها له كمان بتكلفه يكاد تكون يعني مفيش انت ضد تكلفه. الMDF وضد ما الاحمر؟ توقعيناش بقى في الحاجات ما توقعونيش، ماشي. بصي احنا ما بنحبش الخشب المصنع. ليه ناسه ويعرفوا هم بيتعاملوا بيه ازاي ويعرفوا يصنعوه ازاي ويعرفوا ساعات الفينش يصعبوه. بتاعه بيبقى احلى، يعني آه، بيبقى الفينش مش النهائي حقيقي. مش حقيقي. هي احنا انا يعني دايما الحاجه الحقيقيه او الحاجه الطبيعيه هي اللي مش شرط تبقى بيرفكت. انا مش عايزاها بيرفكت، محدش قال ان هي تبقى بيرفكت وتبقى حلوه. هي لما تبقى هاند ميد ولا CNC. بس بصنعه وبحرفيه جامده، هتبقى اغلى واحلى واقيم بكتير جدا من ان انا اخد حاجه بيرفكت عشان هي معموله بمكن. يعني فرق. وبعدين فرق الفكره نفسها. خدي بالك انت، انا بعمل حاجه احياء من التراث، وهم شوفي الناس كانوا بيبنوا ازاي بنفسهم، والبنايين القدماء المصريين دول ازاي هم عظام جدا. فمش هينفع اعمل حاجه انسبايرد والفكره بتاعتها انسبايرد منهم، فكره فاليبل جدا، واعملها بحاجه رخيصه، MDF وحاجه CNC. بحاجه مع احترامنا مصنعه. ليهم طبعا ما فيش فيهم مشاكل، بس في براندز بتعمل ده وفي براندز بتعمل ده. انت بقى ليك حريه الاختيار، انت عايز حاجه القيمه بتاعتها ايه؟ حاجه طبيعيه، هي حاجه الطبيعه دي هي كمان بتتنفس ما كده معاك. بتموتش. يعني انا ينفع اجدد الطبيعي، اجدده، اخليه يرجع جديد، لكن مش هعرف اجدد اه الصناعي. الصناعي هرميه واعمل غيره خلاص. اوكي. بس ففي فرق كبير قوي ان انا عندي حاجه حيه في البيت، عارفه ان دي حاجه حيه. هي جزء من اتجرحت، هي الطبيعة. اتكسرت، هي اتعملت، بس هي ينفع تعاد تاني، يعاد استخدامها، ودي اهم حاجه. طيب مشكلة بتواجه ناس كتير قوي، ان انا ممكن ادخل مثلا معرض ويعجبني مثلا سرير، ولما اجي احطه في البيت ما يليقش، ما ينفعش. ليه بتحصل كده؟ ما هي دي بقى دي الفكره، ان هم مش بيلاقوا حد يساعدهم. هي الميزه بقى ان حتى الحمد لله السيلز اللي معانا بيبقوا مهتمين جدا جدا، يعرفوا مساحه الاوضه، ظهر السرير قد ايه. ان احنا اتحطينا طبعا في المواقف دي كتير جدا، مش بس كمقاسات، كديزاين يعني كديزاين كألوان بس. وكالوان اه وكشكل. اه طبعا ممكن الكلاينت يجي يقول لي ايه، انا والله انا السيف ده عاجبني بس انا عامل الستايل ده عندي. اقول له لا ده مش هيليق مع ده. انا ايه اللي هستفيده لو انا هو خد مني السيف ده وحطه عنده في المكان وفرشه وطلع مش لايق. السرير بتاعي بقى نفسي وحش، ضريت نفسي كل اللي جدا. هيخش يقول لك المشكله في السرير. اه ايوه ضريت في نفسي مم. جدا، ما نصحتوش، ما قلتلوش لا. اقول له لا ده مش هيليق، انت ممكن تروح
تعمل يعني الديزاين ده او الستايل ده من عند المكان الفلاني احسن. احنا بنريكومند ساعات بنريكومند بقى. اماكن تانية ما هو حتى انا مش لو كل الكلاينتس داخله إيه، عندي يبقى هو ده العميلي، ممكن يبقى كلاينت داخل فاكر ان انا بعمل حاجه تانية وبعمل حاجه تانية خالص. يعني كل بس الناس اللي في الفيلد الحمد لله بفضل الله حبايبنا، يعني احنا بنحبهم جدا جدا يعني. فالحاجة اللي مش عندنا احنا بنقول للكلاينت ممكن تلاقيها فين اطلع يعني. اللي حتى في جنبك. وسط المنافسين بتوعكم يعني. لكن انا برضو السؤال ده اعتقد انه لازم يتوجه لك انت. اي براند له ثقل في السوق، له خامات معينة وله كواليتي معينة زي ما انت بتقول، وله سعر معين. هل في حاجة اسمها أرخص سعر مع أفضل جودة؟ لا طبعا. هل في حاجة اسمها إنه أنا عامل لكم 50% خصم؟ هل الكلام ده واقعي؟ لا لا ما فيش واقعي طبعا، دي حاجه مش هي دبلوماسية مش هتقول انا الكلام حاجة لا مقلقة. حاجه مقلقه. unless مثلا انا عندي حاجات في الستوك من زمان فممكن اعمل عليها كده موديل ما بيتباعش. بس انا برضو ما لا انا احب انا بصراحه انا احترم حاجتي جدا. مفيش حاجه اسمها اصل انا حاجه ما بتتباعش فاعمل عليها 50. أقصى خصم ممكن تعمله كام؟ بص احنا بنقدر نعمل علشان مثلا المعرض لازم نمر شيء والكلام ده. مثلا، فده اكتر خصم بنقدر نعمله في فتره معينه. مثلا الاربع ايام ده بيبقى اقصى خصم ممكن نقدر نعمله، اللي هو مثلا من 15 ل 30% 25%، ما بنعديش هو الافرج ده. الأربع مش أيام على كل دول حاجة، هو مش على مش كل على حاجه كل طبعا، حاجة. في نيو حاجات كولكشن وحاجات. ما بينزلش عليه ديسكاونت او بيبقى نازل بسعر معين، وبعد الاربع ايام الاسعار دي بترجع تاني، لان انا عايز ابيع اكبر قدر بس في نفس الوقت مش في سعر معين ما اقدرش انزل عنه، لان انا تكلفتي عاليه جدا. بستخدم ماتيريالز غاليه جدا وبستخدم حاجات طبيعيه. الصنعة نفسها غالية، الصنعه ذات نفسها الماتيريال غاليه، غالية. ما عنديش مكنه بدوس عليها تطلع لي 20 قطعه ولا 50 قطعه، لا ده انا عندي عامل قاعد ماسك يعني خلص العامل ده خلص ده، وبيدقدق ده بيدقدق وبيشتغل. وده بيشطب وراه هو وده بيشتغل طبعا بيقفل في وده كذا بيقفل معاه قطعة. وده مش عارفه ايه. مم. فاهمه؟ وكل كلاينت بيجي لي انا عايز حاجه لوحدي، عايز لون معين، عايز قماشه معينه، عايز اكبر دي، عايز اصغر دي. فطبعا ما اقدرش. لكن لما بيجي لي مثلا مشاريع كبيره، ميجا بروجكت مثلا اوتيل او مبنى اداري او حاجه كده، اقدر اعمل فيه يعني ابقى فليكسبل اكتر. ليه؟ لان انا عارف ان انا القطعه دي هطلع منها مثلا 1000 قطعه، بس هو نفس الفكره، انا ما عنديش مكنه، انا عندي عامل. بس العامل بقى بنقدر نعمل بقى خط انتاج كاستمايزد. يعني ايه؟ بدل ما انت قاعد هتشتغل في قطعه واحده، لا انت هتشتغل في 20 قطعه. تمام؟ فهي نفس الرسمه هتكررها. فاهماني؟ بتبقى فنقدر أسهل بالنسبة تبقى له اسهل شوية. بالنسبه له، بدل ما كل القطعه هنا هعملها بمقاس معين وهاجي هنا اغير المقاس ده وهاجي هنا اظبط المقاس ده. فانا بالنسبه لي كل قطعه عندي هي قطعه قيمه جدا. الكلاينت وهو بيشتريها هو لازم يبقى متاكد ان القطعه اللي عنده دي سعرها بيغلى، فاليو فور ماني، عارف ان هو بيشتري قطعه مش موجوده. في كام قطعه منها موجوده في مصر وفي العالم؟ ما تعداش 500 قطعه مثلا للصوفا. مش هنعمل اكتر من كده، لان عندي صوفا تانية، عندي ديزاينز تانية كتير قوي. 600 صفحه يعني. رقم الحمد مرعب. لله طبعا. يعني فعلا لو اتفرجتي على الكتالوج الحمد لله. وكل قطعه مش بنعمل قطعه عشان نملى كتالوج، لا ده احنا بنعمل قطعه هي فعلا بتتباع ومعمول منها سيلز تكسر الدنيا. احنا في كلاينت بتيجي تشتري من عندنا حاجات قديمة. الكولكشن بتاع من 10 سنين و11 سنه، وبتتعمل بنفس الكواليتي وبنفس الشكل وبنفس الديزاين، وبتطلع مور ذان بيرفكت. لان انا هم الصناعيه هم اللي موجودين من معانا الحمد لله بقى لهم او حوالي 13 سنه عمر ولا البراند. اكتر كمان 14 سنه. مم. والحمد لله بنتعامل لسه معاهم من مكملين. قبل البراند ومن من قبل قبلها، كمان. من بقولك قبل كنت باخد البراند. 14 14 وبنعملها. و15 سنه. مم. فاهماني؟ طيب نوران، اديني نصيحة. هو السؤال ده يعني أكلاشيه شوية، بس هو ضروري. الناس اللي بتشتري فرنتشر، بصرف النظر بقى عن إنه مقام أو غير مقام، يعمل إيه أو يفكر إزاي؟ يعني ياخد قرار أنا هروح أشتري من مكان بناء على إيه؟ بصي انا لو بفكر دايما هشتري الحاجه اللي هي
تعيش، وانا احب اقعد معاها في البيت. يعني انا بحب الحاجات زي ما بقول لك اللي هي بناتشرال ماتيريالز، بحب الحاجات المريحه اللي بتعبر عني انا كلايف ستايل. يعني زي بالظبط احنا كبني ادمين كلنا ايه، احنا حياتنا كلها مودرن، بس في الاخر بنحب ناكل برضه فول وطعميه، بنحب ناكل مش مسقعه ومحشي صح. في الاخر في اللايف ستايل بتاعنا في حاجه بتعبر عن الايدنتي بتاعتنا. فهو ده اللي انا بحبه، ان انا البيت خصوصا في السلع المعمره دي يبقى هو برضو كده بيعبر عن صاحبه، مبقاش حاطه حاجات مطموسه آه، ملهاش مش عارف الايدنتي بتاعت المكان ده ايه. كل واحد حسب طبيعته، والله اللي هو فعلا شخصيه مانيمال جدا 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 يحط حاجات مانيمال. بس لو انا شخصيه لا بحب الحاجات الغنيه وبحب يعني التفاصيل في حياتي وفي لبسي وفي ولادي وفي تربيتي لولادي وفي شخصيتي وفي اخلاقي، طبيعي جدا هبقى بحب الحاجه احطها في بيتي اللي فيها تفاصيل، خصوصا لو تفاصيل من الايدنتي بتاعتي. طب ده من ناحية الديزاين. من ناحية آه، الناحية الاقتصادية ومن الناحية التسويقية، أو بلاش التسويقية، من وجهة نظر حد عايز يشتري فاليو كبيرة قوي بسعر كويس، يعني يفكر ازاي؟ نرجع برضه لنفس النقطة، انت بتدوري على ايه؟ على اهم حاجة بالنسبة لك ايه؟ السعر ولا الكواليتي؟ بس تعالي هنا بس نقارن في حاجة معينة. احنا بنستخدم ايه؟ خشب طبيعي. لو انت جيتي تقارنينا احنا بالماركت للناس اللي بتستخدم مش خشب طبيعي او بي يعني خشب مصنع، لا هتلاقي ان احنا سعرنا كويس جدا. ليه؟ لان انت بتاخد حاجة هي لونج تيرم، الحاجات دي بتبقى معمرة، فانت عايز حاجة ما تقعدش بقى كل كام شهر تجدد فيها، ولا كل سنة يحصل فيها حاجة. لا، انت عايز حاجة يوم ما تفكر تغير مثلا، تجدد قماش او تغير لون او حاجة بعد 5 6 سنين، ولسه تبقى هي لسه انت لو غيرت لها القماش بتاعها ترجع جديدة. فهي حاجة مفيش حد بيجدد بيته كل سنة، يعني ده مش موجود. فانت محتاج حاجة تحط فيها فلوسك تكمل معاك فترة طويلة جدا. هو ده اللي احنا بنقدمه. فده برضه هنرجع للسؤال، هو انت ايه اهم حاجه بالنسبه لك؟ الفلوس؟ طبعا الفلوس مهمه جدا، بس برضه الكواليتي، وبرضه بعد كده الديزاين ان هو ما يبقاش موجود، وبرضه الفينش، وبرضه الافتر سيلز. نوران، في خامات معينة مش مستحبة في بعض القطع الأساس، أو ما بيحبوهاش الفurniture ديزاينرز، أو ما هياش موضة، زي مثلا الجلد في السراير، أو مثلا خلفية السرير تبقى مثلا رخام، أو هل فعلا عندك حاجات ما بتحبيهاش في الديزاين؟ لا، انا كل الحاجات اقدر اوظفها عادي. يعني الكلاينت هو عندي هو لو كلاينت عايز حاجه في معينه ينفع اوظفها له، انا اعملها له كويس. يعني لو هحط له رخامه هحطها له في الاماكن اللي مش هيلمسها، او هوظف له ديزاين طعم حاجه بسيطه قوي، مجرد لو هو يعني تبقى بس. يعني ممكن يعني وارد ان انا استخدم اي ماتيريال على حسب الكلاينت ما هو عايز، او على حسب ان ده يبقى طلع موضه ومطلوب. ف المهم طريقة توظيفه إيه؟ بالظبط، المهم طريقه توظيفه. والمهم فعلا مثلا الجلد، طب ما مش مستحب ان انا اقعد على جلد صناعي، فاقول ده مش ديورابل فما ينفعش. يعني هنصح الحاجات اللي تنفع تتحط، والحاجات اللي مش اللي هتضر الكلاينت. بس الجلد الطبيعي برضو يعني بياخد الشكل، الشيب بتاع ال القعده وكده القعدة وكده. هل بتشتغلي بيه أصلا؟ بشتغل بيه، بيبقى حلو. في ناس بتحب كده. بقول لك الحاجه كل ما تبقى طبيعيه ويبان عليها يبان عليها انها مثلا اتهدلت استخدمت او خدت المكان شويه، او كده، يبقى يعني احسن. او ممكن تستخدميها في اماكن ما بقاش فيها قاعدة مثلا. ما يبقاش فيها قعده كتير، يبقى فيها مش او هي الفكره ان السفنج اللي تحتيه لازم يبقى ناشف. يعني لو عملت التنجيد نفسه ناشف مش هياخد ويدي قوي، فتفضل فتحتفظ بشكلها تحتفظ بشكلها شويه. لأطول فممكن فهو على حسب برضو التنجيد. فترة ممكنة يعني. مم. طيب، انتي بتاخدي انسبيريشن من الفاشن بتاع الشعوب لكن ما فكرتيش تدخلي في الفاشن ديزاين؟ يعني عمرك ما رسمتي مثلا فستان مثلا او؟ لا لا، بس انا اللي عملت ديزاين بتاع فستان فرحي.
كان سيمبل جدا واخترت قماشه ما خطيره. حطيتيش فيه بقى موتيفات بقى انا اخترت قماشه خطيره دانتيل، بس دانتيل تحفه، وعملت بيه فستان سيمبل خالص، كان بسيط جدا ولا منفوش ولا حاجه، كان نازل ساك كده وبسيط وطلع حلو وبسيط يعني. لكن مش يعني لما بحب اعمل سكتش ولا حاجه غصب عني، لا بلاقي نفسي بعمل فعلا سرير سفره. يعني عمري ما جربت اعمل سكتش خالص لفستان او للدريسز او حاجه. لاي حاجه في الفاشن يعني. طيب هو زي ما انتوا بتعملوا وبتدخلوا في معارض في مصر، لكن اكيد كمان بتطلعوا تحضروا معارض بره. هل ده مهم؟ جدا مهم جدا. اي مكان، اي معارض، بس لما بسافر حتى اي مكان شغل بحب قوي ازور فيه حتى المحلات، مش شرط طبعا المعارض مهمه قوي قوي طبعا. دلوقتي في الوقت ده المعرض اللي في ميلان، ده مهم قوي نطلعه، بس السنه دي احنا مش هنعرف نطلعه. بس بتكلم ان مش بس المعارض، يعني ان انت تزور المحلات او يعني اي مكان الشوارع بتسافريه بتاعت لازم البلاد. تدخلوا تبصوا بالظبط. حتى وبدور على الشوارع اللي اللوكال. هي القديمه، يعني كنت في زياره مثلا لليبيا قريب، دورت بقيت امشي في شوارع ليبيا اشوف، ودخلت مدينه ليبيا القديمه. انا حابه اشوف ايه يعني ايه خطوط البلد دي، شكلها ايه، كانت شكلها ايه الاول وبقت شكلها ايه. مهم جدا جدا، وده بيضيف. يعني انا وانا ماشيه في ليبيا دي، برغم ان هي المكان كان متبهدل عشان الحرب وكده، بس الابواب عندهم خطيره، وكل واحد ملون الباب بشكل معين وعامله ورمه بطريقه معينه. فحسيت ايه ده الابواب هنا بقت غنيه جدا وجميله قوي. طيب انت لو خدتي اجازه، معرفش انت تعرفي تاخدي اجازه ولا لا، بس لو خدتي اجازه، هل عندك التيم اللي يعرف يغطي مكانك وانت واخده الاجازه، ولا ما بتاخديش اجازه؟ بصي لا باخد اجازه براحتي، بس وعندي التيم الحمد لله اللي يغطي طبعا واعتمد عليه، ورسومات العملاء، ان احنا نفرش بلانز، نكستمايز اي حاجه. لكن النيو كولكشن القرار في الاخر، يعني ممكن يشتغلوا شويه في النيو كولكشن، بس برضو لا، القرار لازم يبقى ليا. الاول خالص لازم اشوف الدايركشن اللي هنمشي فيه والكونسبت ايه وفي الاخر دي برضو لازم تبقي موجوده فيها طبعا. لازم ابقى موجوده فيها. ويعني نيو كولكشن هي دي المشكله، لازم ابقى موجوده فيها الفتره دي. لكن بقيه السنه لا، يعني لازم ابقى موجوده، بس مش ينفع اعتمد عليهم 100%. طب انت عندك خبرات متراكمه مع السنوات، وبقى عندك يعني الكثير اللي مهم انك تنقليه لغيرك، يعني سواء اصغر او حتى الناس، كل الناس المهتمه. بتعملي ده ازاي؟ بصي انا كتير قوي في الصيف بيجي لي انترنشيب، بقبل كل الجامعات. ببقى حريصه قوي ان هم يعملوا كذا تاسك، يعني مش بس ديزاين، يروحوا المصنع يساعدوا في الريسيرش، يفرشوا لو في كلاينت نفرش له بيته. يعني شوف كل واحد بيميل لايه؟ بعديهم على كذا فيز، بحيث هم يكتشفوا إيه اللي بيحبوه في الحياه العمليه، يبقى فعلا افدتهم يعني في طب الانترنشيب. يعني مقام بتعمل انترنشيب للطلبه المميزين في الصيف، لان دي حاجه مهمه قوي، وانا مهم. بتسأل فيها كتير. يعني ناس كتير اول ما يبتدي الاجازه بتاعه الجامعات على طول كله ابعت لنا الاسامي المكاتب واسامي الاماكن اللي ممكن نتدرب فيها. ولما بيطلب مني طبعا اي محاضره اديها او اي جوري اشارك فيه بشارك. يعني دايما انا موجوده، يعني ما بتاخرش، يعني بحاول دايما بالعكس، وباخد النيه قبل ما اروح، عشان فعلا الواحد عشان يتعلم لازم اللي هو عارفه ده يعلمه، عشان انا ينفع اتعلم حاجه جديده. هل خطر على بالك قبل كده ان انت تقولي انا خلاص تعبت، انا هاخد اجازه واقعد بالعيال؟ لا مش وارد خالص، ان شاء الله ربنا يقدرني واشتغل لغايه اخر يوم في عمري يعني. طيب نوران وهيثم، انتوا عندكم 4 اطفال ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. فانتوا يعني بتأهلوا حد فيهم او كلهم انهم يكملوا المسيرة؟ هل هم 4 فيهم مشاريع مش 4 أطفال. 4 4 مشاريع؟ مشاريع فعلا مم. الحمد احنا لله. عندنا 5 مشاريع، مقام مقام و4 اطفال. و4 أطفال. مقام البكري بس. لكن والله هو كل واحد احنا هنوجهه يعني، اصل هو خلي بالك احنا في عايزينها حد تبقى، وارث منها خلي بالك احنا مش كلهم. وارثين، كلهم؟
احنا بقى انا ونوان مفيش حد فينا الباك جراوند بتاعته ليها دعوه بالبيزنس ده خالص، لا مصنع ولا صناعه ولا تجاره ولا لكن اي هي حاجه. بتهيألي طول ما هم واحد عايشين في الجو اللي انتوا فيه ده هي اكيد مهندسه لازم وانا هيبقى طيار، هي مهندسه وانا طيار، فملناش دعوه. بس لما احنا الاتنين اجتمعنا في بيزنس واحد، لا هو موضوع طبعا ممتع جدا وحلو جدا. وطبعا يعني هنساعدهم ان كل واحد فيهم، بس مش هنغصب يعني، بس كل واحد فيهم مثلا هنحاول ان احنا نوجهه. بس مثلا عندنا هم الاربعه اصلا مثلا بيحبوا الرسم وبيحبوا ان هم لا، ويقولوا يعني رأيهم في كل حاجة. يقولوا رايهم. ما صغيرين، أكبر حد عنده 8 سنين يا جماعة عشان اه تبقى يعني هم مش كبار يعني، خلي طب بالك. انا في سؤال شاغلني من اول الحلقه وانا هوجهه لك يعني. مم. هي نوران صوتها رقيق كده، هي نوران صوتها واطي كده في البيت؟ لا لا لا، الكلام ده مش المهم حقيقي. نعرف يعني. لا لا، لا لا الكلام ده مش ما حقيقي خالص، هي أنا صوتها صوتي حلو بس قوي راح هنا. من ام كتر مصريه ام يعني مصرية أصيلة. أصيلة اصيله. جدا. أنا بحاول والله يبقى أم والله. يعني مفيش بقى لا تربية إيجابية ولا مش إيجابية. هتاكل يعني هتاكل، هتذاكر يعني هتذاكر، هتروح التمرين يعني هتروح التمرين، مفيش نقاش عشان احنا ما عندناش وقت. يعني بسرعة كده ايه، يعني اعمل اللي عليك عشان احنا نعرف نعمل اللي علينا. لا، أنا عايزة أقول لك على حاجة لذيذة قوي. في أنت عارفة بقى وقت النيو كولكشن الواحد بيبقى مزنوق بقى وناقصني. أنا عاملة بقى جدول كده، ناقصني إيه؟ كان ناقصني أوضة نوم، وناقصني مش عارفة سات كمان ريسبشن، وعايزة بقى أخلص الحاجات. وجت جميلة بنتي اللي هي عندها 8 سنين دي عايزة تعمل أوضة نوم جديدة. لازم تعملي أوضة نوم، وهي بنتي وانا لازم ابقى ام. اعمل ايه؟ قعدت على الكمبيوتر وفتحت لها بنترست. يلا يا ستي اكتشفي بنترست، اكتشفي. وقعدت بقى هي على بنترست مبهوره، وعماله تطلع لي. وبعدين علمتها بقى ازاي تحط الكيوردز وتدور. وكيدز بادروم، بصي طب بينك، طب اكتبي بلو، طب اكتبي حاجات. المهم طلعت اوضه نوم لذيذه قوي، وقالت لي دي حلوه قوي. قلت لها خلاص انا هطبعها لك يا جميله، وتعالي نفكر فيها كده مع بعض. طبعناها فعلا. وبعدين ايه، راحت بقت ترسم حاجه شبهها كده. وبعدين راحت هي قالت لي لا بس انا عايزاها عندها بن. وراحت عامله حاجه كده وعامله حاجه كده، عامله زي الارنوب. وبعدين مش عارفه عايزاها ايه. والله العظيم انا بقى فجاه ايه وانا جنبها كده بحايلها، وبعدين برجع تاني بقى عماله اشوف التيم اللي معايا، وايوه دي، ولا الخط ده ويمين. بصيت كده، رحت واخده الكرسي وجايه وقاعده. ايوه ايوه فعلا يا جميله، والله هي كده. وبقت اوضه نوم اسمها جميله بس سيلر، لازم تصوريها. الاوضه دي انسبايرد من جميله، يعني هي جميله اللي قالت انا عايزه الكيرف ده واعمل له حاجه كده في الجنب وفي الجنب. وطلع اورجانيك، مش طالعه من اي كونسبت غير ان انا والله العظيم ساعتها قلت في بالي انا لازم ابقى ام كويسه. فكانت نيتي فيها ان انا هحاول ابقى، يعني ابقى ام كويسه واساعد بنتي. وبقت بيست سيلر. وده خلاه وده ما كنتش فاكره انه هيفتح لي حاجه very out of the box ان انا اعملها. فنفذتها الحمد لله وطلعت جميله قوي. وبقيت كل شويه اقول لها، واسمها جميله فعلا، كل شويه اجيبها اقول لها شايفه جميله الاوضه بتاعتك؟ تقول لي بس انا ما كنتش عايزاها اللون ده. اقول لها معلش انا عايزاها لونها معلش، ما بينك. هو انت حاجه وانا حاجه يا جميله، ايوه مش كله انت. انا عايزاها لونها نيجي بقى بينك. للاسئله المهمه. اقصر طريق الى قلب جوزك معدته؟ لا خالص، لا عايزه ما يموش اكل حاجه. اقصر طريق لقلبها ايه؟ مزيكا. يا سلام. سمعيها مزيكا هتبقى. لا لا لا، جديدة. عارفه اللي هي يعني في مزيكا جاز موتيفيتد كده شويه. بحب يعني. الحاجات اللي هي فيها بوزيتيف انرجي. يعني تسمع ناس يعني مش حب بقى اندر جراوند. بحب الحاجات اه اللي هي عن الحياه لا لا، مش مثلا اه العربي بتسمع عربي. عربي. اللي عربي. هو بقى مسار اجباري، كايروكي، الحاجات دي يعني بحب. حمزة نمرة، الناس بحب حمزه نمره طبعا. اللطيفة دي يعني بحب ان اللي هي. الاغاني اللي بتتكلم عن الحياه وبتتكلم عن التشالنج اللي بنقابلها، بتتكلم عن الصحاب، بتتكلم. بحب قوي الحاجات دي بقى ايه، نركز في معانيها كده بس وهو برضو بيحب قوي المزيكا برضو. انا سعيده ان انا قابلتكم النهارده احنا اتبسطنا جدا. وكنا في حضره مقام، ودايما في حضره مقام، مقامك وهنشوفكم. مقام. مقامك مقام. وهنشوفكم قريبا في لمارشي ان شاء الله. وكوليكشن جديد وسعيد يا رب امين. ويا رب دايما استني بقى النجاح. الكولكشن الجديد باذن الله احنا كنا مبسوطين معاكي جدا برضو يا اميره بجد. بجد. ثانك يو يا اميره بجد. انت جميله حبايبي. نورتينا. حبايبي واصدقائي وان شاء الله تبقى دايما سلسله لحلقات معاكم كتير. ان شاء الله باذن الله. شكرا. شكرا يا